بخصوص تراكمات المواقف والخذلان الدائمة من الأخوات، ودايما بتجاوز، بس لما يكرروا نفس الموقف بتذكر كل شيء. نفسي أتخطى وأنسى كل ما يؤذيني. اللي متابعيني من زمان عارفين إن إخوة الدم، يعني إيه إخوة الدم؟ يعني إخواتي وإخوات جوزي أنا بتعامل معاهم، لأنه إخوات جوزي إخوات دم الجوزي وأنا وجوزي واحد. تمام؟ الناس دي أنا بتعامل معاها على إن مرفوع عنهم القلم. يعني إيه مرفوع عنهم القلم؟ يعني أنا ما ينفعش أزعل منها، ينفع أعاتبها عتاب محبين، ينفع اتضايق، ينفع اقول لها بنت مش هتبطلي النداله دي، كل شويه تعملي الحركه الفلانيه ولا كل شويه تقولي الكلمه الفلانيه، انت عارفه انها بتضايق وعاتبتك عليها قبل كده، عتاب محبين. انما تراكمات ما ينفعش اشيل تراكمات من اختي ولا من اخويا ولا من اخت جوزي ولا من اخو جوزي. علاقات الدم لا تراكمات فيها عتاب محبين. ولو في حاجه معلقه معاكي قوي ما طلعتيهاش، نصيحتي اتكلمي فيها، اتكلمي فيها عشان تطلع وتتعالج وتتعاملي معاها. مش عايزه تتكلمي فيها مع صاحب الشأن، يبقى هتاخدي مسانده من حد متخصص يساعدك على التعامل معاه، لو انت مش عايزه تواجهي الشخص ده او خايفه من ردة فعل اختك او اخوك. تمام؟ ولكن ازاي بنتعامل معاها؟ زي ما بيقولوا كده، بنديها لله سبحانه وتعالى ونطلب منه ان يعوضنا خيرا، لان احنا تركنا العتاب او الجدل او سواد القلوب طمعا في وجه الله سبحانه وتعالى، وفي صلة الرحم، وفي ود، وفي جبر خاطر، وفي اني ما زعلهاش او اضايقها. اوقات طبعا ما حدش فينا بيعيش ما بيختلفش مع اخوانه او اخواته، ولكن بتيجي في لقطه بتقولي ايه؟ يا ستي كل واحد عنده كم اخ وكم اخت. لو هتمشي بالمبدأ ده هترتاحي قوي وهتفضلوا كدم. ما ينفعش اعملها زي الغريبه، ما ينفعش اعمل اخويا زي الغريب. سيناريو مختلف تماما. دي وجهة نظري والله اعلى واعلم.